اللهم إني رضيت بكل ما كتبته لي، فاجبر خاطري واجعل القادم من حياتي كله خير، وبشرني بما يسرني وابعد عني كل ما يضرني. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايب قلب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بافضل صحه واحسن حال ان شاء الله. معاكم نسمه من قناه من بيت نسمه. لو انت اول مره تشوفي القناه انزلي تحت الفيديو اشتركي على طول، وحط اللايك بقى للفيديو ده عشان هيشجعك خالص، وكمان كومنت حلو منك كده. النهارده ان شاء الله فيديو جديد كده كله رغاوي وحركه بقى. بس احنا بقى هنعمل كده حاجة سريعة، كيكة اللي هي اليومية للفطار كده، حاجة سريعة وسهلة خالص. بصوا انا هنا في شفشق الخلاط عادي خالص، يعني مش هتحتاجي اي حاجة. بصوا هو شفشق الخلاط بس. حطيت مج واحد سكر، ومج الا ربع لبن، ومج الا ربع زيت. هحطهم كده كلهم مع بعض واضربهم، ومعايا 3 بيضات برضو كمان، ومعايا دقيق والبيكنج باودر وفانيليا، كيسين فانيليا، وكمان معايا معلقتين 2 كبار خل. بصي اسهل كيكه اللي هي الكيكه اليوميه اللي هي في شفشق الخلاط دي، بصراحه سهله وسريعه، وبصي يعني منقذة للموقف كده يعني ما تلاقيش اي حاجة، تاخدي حتة كيكة وكوباية شاي لابنك. بصي هي بتبقى موجودة، بتبقى حلوة قوي كمان في شفشق الخلاط، في حاجة سهلة وسريعة يعني. لو انت طبعا يعني مش الامكانيه قوي، طبعا انتوا كلنا عارفين البيض غالي دلوقتي والزيت كمان غالي، فممكن تعملي الكيكه اللي هي احنا عملناها قبل كده، اللي هي بميه حلوه وجميله وكل حاجه. بس دي لازم بقى تحطي عليها شوكولاته، تحطي عليها اي حاجه يعني تعمل طعمها شويه، فاهماني؟ طبعا كلنا عارفين ان الزيت والبيض غاليين، فممكن ما يكونش بامكانك ان انت تعمليها يعني. خلاص انا هنا ضربتهم بقى على بعض، وحطيت البيض وحطيت الفانيليا كمان معاهم، وهحط سنة ملح صغيرة خالص، وكمان الخل بيخلي الكيك جميل جدا جدا جدا، بيديله طراوة كده، بيبقى هش وطري وجميل جدا. طبعا انا بستعمل فرن البوتاجاز العادي، اللي هو بوتاجاز اللي في بيوتنا كلنا العادي ده، فبضطر ان انا اشغله قبل ما اعمل الكيك اصلا يعني. ليه؟ عشان يديني درجة الحرارة اللي انا عايزاها، وتطلع الكيكة معايا هشة كده وحلوة، مش ايه اللي هي بتبقى معجنة ديت هابطة، فانا مش عايزاها كده. فدرجه الحراره هي اللي بتعمل كل ده. وكمان ما نفتحش الفرن طول ما الكيكه في الفرن، الا لما تبداي تشم الريحه بتاعتها بقى طلعت كده وحلوه، تفتحي الفرن حته صغيره وتعملي بخله السنان او بسكينه صغيره كده، يعني ما تفتحيش باب الفرن كله، بحيث ان الكيك ما يخشش له هواء ساقع كتير. وبالذات اليومين دول، لان طبعا يعني في الحر مش بتفرق قوي، لان الجو اصلا بره ولا جوه هو حر، انما اليومين دول لان الجو بره بيبقى ساقع جدا، فيخش على الكيك فيهبطها ويخليها معجن. حرام يعني، المقادير والحاجات دي كلها بتبقى غاليه، فاحنا بنلم الموضوع كده يعني. خلاص هنا انا بقى عملت الدقيق ده، كنت اول مره استعمله في الكيك كده. انا استعملته قبل كده في فطاير ومعجنات حلوه قوي، فانا كان اول مره اعمل بيه كيكه، فحبيت بس ان انا ايه اعمل مجين كده الاول وبعدين اشوف. هنا بقى انا ما حطيتش بقى برتقان او الكيس اللي هو التانج اللي احنا بنبقى نجيبه دون. لا انا عايزاه عادي خالص بفانيليا كده، عشان هعمل نصه بكاكاو، ونصه هسيبه زي ما هو. نعملها ايه يعني، نغير كده شويه، نعملها كيكه تايجر. ممكن تحطي عليها سفندي، ممكن تحطي عليها برتقان، ممكن تحطي عليها الكيس التانج اللي هو ب2 جنيه دون، برضه هتبقى حلوه وجميله، وتبقى كيكه عاديه خالص بالبرتقان. مش شرط يعني ايه تخلطي من ده وده يعني، بس انا حبيت اغير يعني مش اكتر. هنا انا فصلت الكمية، عملتها 2 على 2 يعني. هحط بقى معلقتين 2 كاكاو، طبعا لان الكاكاو ده كان فاتح قوي. كان بيبقى عندي كاكاو اسباني كده، بيبقى غامق بصراحة، بيبقى ريحته وطعمه جميل جدا، فالكاكاو ده كان غامق، فاضطريت احط معلقتين 2. ممكن لو عندك شوكولاته كمان، يعني لما يبقى عندي شوكولاته بحط شوكولاته وخلاص، حتى بتدي طعم احلى واجمد كمان. هنا بقى قسمت، بقيت احط شويه من دي على شويه من زي ما انتم شايفين كده بقى.
ممكن كمان كنت مرة عملتها على ازازة كده، بس هي بتدي نفس النتيجة، فمش مستاهلة بقى ان انا ايه اتعب نفسي وابهدل نفسي يعني. بعملها كده بخلة سنان، بحيث ان هي تديني شكل ايه تايجر كده يعني. تعالوا اشربوا شاي. خلت السنان كمان سنة سودا. بقت بالشكل ده هدخلها الفرن بقى. بصوا هي كده خرجت من الفرن وكانت لسه سخنة، بس كانت طالعة طرية وجميلة جدا، وريحتها بصراحة كانت حلوة خالص. هنعمل شاي عشان نشرب شاي بقى كمان مع الكيك. بصوا هو مش شرط انا اللي بيحكمني، انا اصلا بحب اكل طعمية وفول وحاجات من دي على الفطار يعني. بس ولادي بصراحة هم اللي مش بيحبوا الحاجات دي خالص، يعني يحبوا ياكلوا كيكة، يحبوا ياكلوا مثلا بانيه من اللي هو الناجتس ده. كلنا عارفين الاطفال يعني ما مش بيحبوا الحاجات دي قوي، اللي هو الفول والطعميه والحاجات دي، وانكلوها كده بيبقوا متضررين يعني. ممكن يشربوا كوبايه لبن وخلاص، او شاي ببسكوت، الحاجات دي كلها. طبعا كلنا عندنا اطفال وكلنا عارفين القصص والحاجات بتاعتهم دي. يعني كنت بقول لكم الكيكه واقول لكم ان هي طريه وهشه كده وجميله خالص يعني. النهارده ان شاء الله بقى هنعمل فيديو كده تنظيف، كله رغاوي وكله بصوا هدت حيل بجد والله. فان شاء الله حطوا بقى لايك للفيديو وتشجعوا معايا كده، لو في عندكم مكان مش نظيف كده او حاجة. يعني كلنا بننظف كل يوم وكلنا ورانا شغل يعني، بس انا بزيادة شوية عشان انا التراب مبهدلني بصراحة. فبحس ان انا اكترية الاوقات حيلي مهدود كده على الفاضي، لان التراب عندنا حاجة رهيبة. يعني على الطريق والاسفلت وكده طبعا، بس ما فيش اسفلت حاليا يعني، فالدنيا متبهدله خالص. وكمان بقى بيعملوا للغاز واللي هو النت ده النت اللي هو الفايبر، فحافرين الدنيا، الشوارع كلها محفوره. وبصوا يعني التراب حتى الدنيا شتاء و يعني المفروض ما يبقاش فيه تراب، بس للاسف هو فيه تراب بطينه كده. خلاص انا اول حاجه عملتها بقى، عملت الستاره الاول، اخدها اشطفها كده بميه على ما نخلص الاوضه وكده كون هي اتعملت يعني. على عكس الصيف مش ببقى حامله هم قوي، بس هنا انا غسلتها وعملتهم تجفيف هواء. برنامج في الغسالات اللي هي اللي فوق اوتوماتيك دي يعني جميل جدا جدا يعني. حتى في الشتاء ده بتعملي برنامج اللي هو التجفيف الهواء ده، بيطلع الهدوم ناشفه اصلا، مش ناشفه مش فيها ميه يعني، ما بحتاجش ان انا احطها على الحبل تاني. خلاص ده لو بتزنق في اي حاجه، مثلا في تيشيرت قميص يعني بلوفر مثلا للعيال المدارس، اي حاجه بعمله تجفيف الهواء ده بيطلع اصلا ناشف خالص يعني. حتى ممكن ما احتاجش ان انا اكويه او احطه على الحبل او كده. لو في وقت ممكن انا احطه بقى على الحبل عشان يتشمس او كده، ما فيش وقت خلاص بيتلبس كده على طول، بيبقى ناشف جدا. فهو بصراحه حلو قوي. فانا هنا عملتهم تجفيف هواء عشان ينشفوا على طول لما اخلص الاوضه، يكونوا هما نشفوا يعني. بس بصراحة انا حطيتهم في الشمس شوية علشان يعني يشوفوا الشمس بقى، بما ان ايه الدنيا شمس وكده، فانا قلت عشان يشوفوا الشمس. تعالوا بقى اما ننضف كده ونعمل الأوضة. بصوا النظافة دي أصلا هي بتبقى جزء من شخصية الإنسان، زي الطبع كده بالظبط. واحد زي واحد، بصوا مش عايزة أقول لكم إيه يعني، هي بيبقى طبع زي بني آدم نظيف وبني آدم مش نظيف. لازم المكان اللي احنا عايشين فيه يكون نظيف، تكوني حاسه بالنظافه فيه كده وريحه النظافه فيه. والهدوم اللي بنلبسها برضو وتكون نظيفه، ويعني والاكل. ولازم برضو نعلم الحاجات دي لولادنا، لازم شعرهم يبقى نظيف دايما، لبسهم يبقى نظيف، وشعرهم يبقى ريحته حلوه. بصوا هي حاجات بسيطة. ضوافرهم، الضوافر لازم تنقص على طول وتبقى نظيفة كده وشكلها حلو كده. لازم نقول لهم اغسلوا اسنانكم، اتوضوا قبل عشان تصلوا قبل ما تخرجوا. والحاجات دي كلها بسيطة، احنا بنشوفها بسيطة كده وهايفة، بس دي اللي بتفرق النظيف مش من اللي مش نظيف. حاجات بسيطة خالص اهي وسهلة، بس كلها بتبقى مسألة تعود. لو ابنك او بنتك اتعودوا من صغرهم ان هم عادي يعني، ايه ما البسه وهو مكرمش كده، ايه المشكلة يعني. مخرج وشعري منحكش ومش متسرح ولا معمول مثلا بكريم او اي حاجة،
ايه يعني المشكلة؟ هو اصلا مع الوقت لما يكبر ويبقى جدع شباب، او هي تبقى بنوت عسولة كده، مش بتحس ان في فرق اصلا. هي بالعكس بتحس ان الغريب اصلا ان هي بتلبس هدوم نظيفة، او الغريب ان هو يعني شعره يتسرح ويحط كريم او كده، يبقى وشه مثلا مغسول او سنانه نظيفة، بيحس ان اصلا الحاجات دي هي اللي غريبة عليه، لان هو مش متعود على كده. فهي بتبقى كلها من الاول للاخر كده، بتبقى مسألة تعود. بيقول لك يعني المثل عندنا بيقول لك ايه، ايه يعني، اكنس بيتك ورشه زي ما بيقولوا كده. ما تعرفش مين هيخشوا. فاحنا مش يعني بنعمل بالمثل ده قوي، لا احنا بنعمل عشان احنا اللي قاعدين في البيت، وعشان الراحه النفسيه بتاعتنا احنا، وبالذات الستات البيوت اللي هي مش بتشتغل. انت قاعده في البيت طول النهار، ان ما عملتش كده يعني انا عن نفسي ما بحسش براحه نفسيه خالص. كل واحد يبقى تعبان ومش قادر يقوم من مكانه اصلا، ومع ذلك بيقوم علشان مش مرتاحه، عينيا اصلا نفسها مش مرتاحه للمنظر اللي انا شايفاه. فبالنسبه لي انا التراب بصراحه عندي حاجه رهيبه. انا متهيألي ما فيش حد زيي كده غير الناس اللي هم جيراني، يعني اللي هم جيراني ممكن يكونوا هم اللي زيه، غير كده لا، مش هصدق ان في حد عنده كميه التراب دي زي كده. فالله المستعان. تقوموا وتحركوا وفتحوا بيوتكم كده، ايه اللي هو الصبح ده يدخلها كده، وهو النوم والكسل والوخم ده يخرج. وشغلي قرآن كده وانت بتروقي الصبح كده، يعني ايه، يطرد الشيطان والكسل ده من البيت، وانت كمان مع ترويقك والاذكار اللي بتقوليها كده، فتحسي بقى ايه، بصي منتهى النشاط اللي في الدنيا كله. هتحسي ان هو جالك حتى لو انت مكسله ومش قادره تقومي من مكان. وكمان ممكن تنضفي بحاجات سهلة وبسيطة، يعني مش شرط منظفات كتير او منظفات غالية. يعني انا في وقت من الاوقات بيبقى ما عنديش اي نوع من انواع المنظفات خالص، مش طول الشهر عندي المنظفات اللي هي الغالية اللي انا بجيبها، مش طول الشهر متوفرة عندي. لا، بيجي وقت من الاوقات والله العظيم بيبقى كل المنظفات اللي عندي خلصت كلها مرة واحدة. فكل حاجة غليت زي ما انتوا عارفين دلوقتي، يعني الاسعار بقت في السماء. فمش بامكاني مثلا ان انا اروح اجيب ب 500 600 جنيه حاجات منظفات وحاجات مثلا للمسيح، وحاجات للحاجات البقع والحاجات دي كلها. فممكن انا بعمل كده بحاجات اقل بكتير جدا. بستعمل الحاجات اللي اقل، ممكن مية وصابون، بدل مثلا ما بستعمل المنظف البوتاجاز اللي هو باور دون، لا ما بستعملوش. ممكن انا كل شويه اغسل البوتاجاز بتاعي، يعني ممكن كمان استعمل الازازه اللي هي ام 3 جنيه اللي انا عملت لكم قبل كده عليها فيديو في تنظيف البوتاجاز دي. والله العظيم جميله جدا جدا، واحلى من باور كمان. يعني باور تقريبا الازازه بقت ب20 جنيه، كنا الاول بنجيبها ب15، ومعاها ازازه كمان عرض كده. دلوقتي اخر واحده كنت جايباها ب20، وكانت هي الازازه لوحدها بس اللي هي بيبقى فيها بخاخه دي. ف يعني انا جبتها عن نفسي، ما عملتش المطبخ كله لان المطبخ بتاعي كبير شويه فما عملتوش. فلما انت تجيبي الازازه بتاعت منظف البوتاجاز اللي هي العاديه خالص اللي هي زي الفلاش دي، طبعا اكيد كلكم عارفينها بس انا مش متذكره اسمها، يعني تقريبا ب3 جنيه والله او ب4. مش هتبقى غالية عن كده يعني، وتنضفي بيها البوتاجاز اهي تحفة. إيه اللي يخليكي تجيبي مثلا ازازة ب20 جنيه؟ مش شرط، ممكن للمسيح الارضيات والحيطان والحاجات دي ميه وصابون، وممكن تجيبي كلور، وممكن كمان مش كلور من اللي هو الازايز لان بتبقى غالية برضو، ممكن كلور من اللي هو بيبقى بالكيلو ده، ممكن تجيبي كيلو ب5 جنيه برضو تقريبا. لا ممكن ما يكملش الكيلو 5 جنيه عمره والله، ممكن 3 جنيه او حاجة يعني. هو بيبقى ارخص بكتير عن اللي هو بيبقى في ازايز. الازايز ده بيبقى غالي شوية عشان بيبقى بتاع شركات وكده. فممكن نستبدل كل الحاجات الغالية اللي ممكن تهدر كمية فلوس كبيرة. يعني انا عن نفسي ممكن بجيبها علشان بتقعد عندي وقت طويل جدا، بتنها عندي فترة كبيرة قوي. ممكن بجيبها، وبعدين بقى الاستعمال بحكمة، يعني مش على الطلعة والنازلة بستعملهم او كده. لو ما عنديش زي ما بقولكوا كده مية وصابون وكلور للارضيات، او ازازة فلاش اللي هي بتاعت منظف البوتاجازات دي، يعني اللي هي البامبا
هبقى اشوف لكم اسمها ايه واقول لكم عليها، بس اكيد انتوا عارفين اللي هي زي شبه الفلاش بتاع البوتاجاز الحمامات ده. ممكن تستعملي تستبدلي كل ده بالحاجات اللي احنا قلناها، وهتنضفي وبيتك هيبقى نضيف وريحته تجنن. ليه؟ لان انت بتنضفي وايدك فيه على طول، فدي الحاجات دي بتفرق. ومش شرط ميزانية كبيرة بالذات في الغلا اللي احنا فيه ده، فبلاش تهدري من الميزانية كلها في حاجات غالية قوي، وحاجات يعني احنا ممكن نستبدلها بحاجات تانية وتدينا نفس النتيجة. ده اللي انا عايزة اقوله لكم يعني. خلاص بقى بصوا انا هنا كنت بعمل الحمام، غسلنا السيراميك، غسلت الباب، غسلت الشباك كله، غسلت كل حاجة من التراب. طبعا مش كل يوم يعني، وغسيل الخشب غلط اصلا بالمية. بس بصراحة هو مدهون يعني، فالدهان ده مش هيعمل حاجة في الخشب يعني المية. وكمان مش بعمل كده كل يوم يعني، انا بنظف كل يوم بس مش كل يوم بغسل الباب، مش كل يوم بغسل الشباك كده. دي مثلا بتبقى مرة في الاسبوع او مرة كل اسبوعين كده، لما بحس ان الترابة لو انا مسحتها بحس ان هي ليطت كده وعملت شكل مش لطيف كده خالص، لا فبضطر ان انا اجيبه بقى غسيل كده، بيبقى احسن ليا. وكمان بتبقى نظافه بنظافه بقى، وميه وعكه ورغاوي وكده، فايه الواحد بيقتصد الموضوع اكتر من كده. بغسيله يعني. خلاص هاخد بق شاي بقى وارجع لكم. طبعا لازم نحافظ على نظافة التواليت على طول. برضو مش بالمنظفات، ممكن قبل ما تنامي خالص تعملي ايه عشان يفضل مكان التواليت كده نظيف، والمية اللي فيه بتبقى بيضة خالص. بصي تصرفي قبل ما تنامي التواليت ويبقى ما فيهوش مية خالص، ما يبقاش في ترسبات يعني وكده، وتصرفيه يبقى فيه ميه نظيفه. وتحطي اللي هو المنظف الفلاش اللي انا بقول لكم اللي هو رخيص ده ب3 جنيه ده بتاع المراحيض بقى، تحطيه في التواليت قبل ما تنامي، بس هتصحي تلاقيه دايما نظيف، ما فيهوش بقع صفرة، ما فيهوش اي حاجه. ممكن تحطي كلور لو موجود عندك، برضو الكلور حلو قوي، دايما تبيتيه كده هيطلع معاك نظيف، عمره ما هيعمل ترسبات، ولا عمره هيعمل بقع صفرة فيه، ولا اي حاجه من الكلام ده خالص. كنت قلت لكم قبل كده في الفيديو اللي فات ان الشرشوبه دي بصراحه يعني بصوا جميله جدا وحلوه قوي قوي قوي. كنت جايبه قبل كده اللي هي بمسح بيها الحيطان دي اتقطعت كده، عايزه ابقى اعملها، بس انا ركنتها على ما اعملها يعني، لانها انقطعت واتفككت كده من بعضها. فالشرشوبه دي بقى انا بعمل بيها الحيطان، يعني انا عامله واحده للارض وواحده للحيطان. الجزء اللي هو الشرشوبه الابيض دون هو اللي بيتشال، بشيله وبحطه بركبه يعني، مش الشرشوبه نفسها بالعصا يعني. فحلو قوي، بمسح الحيطان وانا واقفه ما بتحركش من مكاني. حلوه قوي وجميله بصراحه، هاتوها وبس يكون نوع نضيف حلو، ما يكونش رخيص عشان ما تنكسرش منكم يعني. فحلو قوي بتمسحي بيها الحيطان. الواحد والله العظيم يعني كان بيحمل هم غسيل الحيطان دي زي العمى، لاني بضطر اطلع السلم وميه وبيبقى فيه ميه كتير والكلام ده، لا هي جميله، وبعدين بالجردل بتاعها كمان، فمش بضطر ان انا يعني اعمل اي حاجه، كاني بمسح بالظبط. خلاص بقى الستاير عملتها، بس انا لقيت الشمس جايه كده على الحبال، فانا قلت ايه اما اعملهم كده بالمره الشمس تشوفهم قبل ما يعني قبل ما اركبهم يعني وكده. تعالوا بقى اما نعمل مع بعض الغدا. هنعمل السمك، واقول لكم على تركايه كده حلوه قوي. لو انت بتحبي السمك يبقى مقرمش كده وحلو، من غير ما تحطي نشا ولا تحطي اي حاجه على دي ولا كده. طبعا انا هنا كنت بغزغز كده السمك، مش بحب افتحه زي بشوف الناس بيفتحوه من الظهر كده، بيديله خبطه جامده كده لما السمك بيتقلي بالحته يعني. بحس ان الحتت اللي اتفتحت في الظهر دي انفتحت قوي ونشفت قوي، لا انا مش بضطر ان انا اعمل كده. وبعدين السمك مش بياخد سوا كتير قوي عشان انا اعمل فيه كده، افتحه الفتحات الجامده دي. كفايه بغزغزه كده بس كفايه قوي.
هنا بقى انا عملت فلفل وتوم وملح بكمون، ودقيتهم كده في الهون كده مع بعض. وتبلت السمك والحبة اللي كانوا فاضلين، عصرت عليهم ليمونة وحطيت شوية خل كمان، وسنة ملح، وهحط عليهم السمك كده يتنقعوا شوية حلوين كده. كنت سايباهم يتنقعوا حوالي نص ساعة كده. وبعدين عملت الرز، وبعدين القلي ده هيبقى اخر حاجة خالص لما الرز بتاعي يستوي، عشان هو اصلا كده كده السمك مش بياخد وقت معايا خالص. وكمان يعني يمكن يتبل كده احلى، بيبقى طعم السمك احلى بكتير، زي مثلا زي الفراخ المشويه. لما بتبليها قبلها بوقت كافي كده، وقت كتير كده، مثلا من بالليل او حاجه، بتلاقي للفراخ طعم جميل جدا، على عكس ما تكوني لسه متبلاها وتقومي تشوي. فهي نفس قصه السمك يعني. هعمل بقى رز السمك. طبعا بيتعمل بزيت، بلا السمنه دي خالص، لا هو زيت الرز عامه. الزيت بيبقى احلى له بكتير، حتى ان حطيتي معلقه سمنه حملي زيت برضو بيديله طعم احلى، وبيخليه بيلمع كده وبيبقى شكله الطف بكتير. هنا انا حمرت البصلايه، وكمان حطيت قرن شطه حامي كده مع البصله غمقت. هبدا ان انا احط شويه ميه مغليه كده، وبعدين هنزل بالرز. ممكن يعني انا بشوف ناس بيحطوا لون ويحطوا حاجات غريبه كده، بس انا بصراحه ما بعملوش الا كده، بيبقى احلى واجمل. مش محتاجه احط لون، ومش محتاجه ان انا احط الكلام ده خالص. هي البصله اصلا لما بتغمق كده شويه، بتتحمر زياده سنه، بتديني اللون اللي انا عايزاه واللي انا محتاجاه. هحط بقى شويه ملح بكمون كده، وازود بقى الميه بتاعتي. هسيبه يغلي بقى كده، واول ما يغلي ههدي عليه خالص عشان يستوي. وكنت هحط الشياط عشان الرز ما يلزقش في الحله يعني. تعالوا بقى اما نعمل نتبل السمك بالدقيق. هنا انا عندي شويه دقيق كده، انا حطيتهم وحطيت عليهم شويه معلقه او معلقتين تقريبا ملح بكمون كده. وهبدا ان انا احمل بيه السمك، وهنفض السمك من الدقيق. ما هو مش بكتر الدقيق اللي على السمك. هنا انا ما حطيتش نشا ولا حطيت اي حاجه يعني على الدقيق، غير شويه ملح بس على الدقيق. ممكن تحطيهم ممكن ما تحطهمش، بس بصراحه الملح بيدي للدقيق طعم حلو كده، وبيدي السمك طعم جميل جدا لما بيستوي وبيخرج. بتيجي تاكلي الجلده كده، بتحبي تاكلي الجلده اصلا قبل اللحم وكده، فبيدي طعم حلو قوي. السمك لازم يعني تقليه كده في كمية زيت تكون مناسبة، ما يبقاش الطاسة كده بتاعتك ما يبقاش فيها زيت خالص وتحطي السمك، لازم يبقى في كمية زيت مناسبة. طيب ماشي، انت ما عندكيش زيت، يعني الزيت غالي مثلا، ممكن تستعملي الزيت اللي انت بتستعمليه عادي، او اللي انت قاليه فيه بطاطس مره ولا حاجه، ممكن تقلي فيه. هنا انا عملت السمك بالدقيق عادي خالص، وبعدين قبل ما احطه في الطاسه بليته بقى بحبه ميه كده. دي اللي هتدي السمك بتاعي القرمشه، ويبقى مقرمش خالص كده وطعمه جميل جدا. مش هحتاج ان انا احط نشا على الدقيق ولا اي حاجه من الحاجات دي خالص. هي تعملي السمكه بالدقيق، وبعد كده تروحي غطسه واحده كده، مش تسيبي السمكه بقى لما تبوش في الميه والدقيق اللي عليها ينزل، لا، غطسه واحده بس بالميه كده، وبعدين تحطيها في الزيت. طب الزيت هيطرطش علينا ويبهدلنا، ما تخافيش مش هيطرطش ولا يعمل اي حاجه خالص والله يعني. انا مجرباها ومش بيعمل اي حاجه. هبدأ بشوفه يعني هو اصلا شكل السمك يعني عامل ازاي. بصوا بقى، انا هنا فتحت واحدة زيادة شوية، فاخدتوا بالكم انتوا من الفتحة عملت ازاي. فانا بحبش السمك بصراحة يبقى مفتوح من الظهر، لما بيستوي يبقى عامل كده، بيبقى ناشف كده وشكله مش لطيف خالص. تعالوا بقى اتغدوا معانا. كنا هنتغدى خلاص. هنا كمان بقى انا فرشت الحافظه، ركبت الستاير وظبطت الدنيا بقى. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه، ومع السلامه في فيديو جديد.